For what? شفت انا قلت لك ايه؟ قلت لك من البدايه شخصيه باتمان هتظهر معانا في مسلسل كريش كوماندوز. طب يا جدعان، لحد ما الاعلان الرسمي لفيلم سوبرمان ينزل نشوف مع بعض الحلقه الرابعه من مسلسل كريش كوماندوز. زي ما وضحت لك ان المسلسل ده هو بدايه العالم السينمائي الجديد اللي يسمى الدي سي يو بقياده جيمس جان. المسلسل ده اتعرض منه لحد دلوقتي 3 حلقات ودي الرابعه، فلو انت ما تابعتش المسلسل لحد دلوقتي اتفرج على التحليلات هتلاقيها موجوده هنا على القناه، وهسيب لك برضو لينك الفيديوهات في الديسكريبشن تحت. زي ما قلت لك كده وقت ما كنت بحلل الاعلان بتاع الحلقه الرابعه من المسلسل ان الحلقه دي الظاهر فعلا هتكون احلى حلقه في المسلسل بالكامل. بصراحه من وجهه نظري مش شايف ان ممكن في حلقه تانية تعلي على الحلقه دي، غير مثلا ممكن يكون الحلقه الاخيره، وارد جدا. طيب هنا على طول بنكمل من نهايه الحلقه رقم 3. فبعد ما الفريق ده قدر ان هو ينقذ الاميره إيلانا بنجاح، الحلقه بتبدا معانا بمشهد الاميره وريك فلاج سينيور، وهم طبعا بيبادلوا المشاعر مع بعض، وبصراحه شايف ان دي اسرع علاقه حب حصلت في التاريخ، واللي لحد دلوقتي مش فاهم ايه السر ورا الموضوع ده. طبعا في كلام كتير عاوز اقوله بصراحه، ولكن خلي ده كده بعد ما المسلسل ينتهي تماما نعمل حلقه فيها مراجعه ونشوف مع بعض السلبيات اللي كانت في المسلسل، لان حتى الناس اللي حابه جيمس جان وحابه العالم السينمائي الجديد عارفه ان في سلبيات في المسلسل، وده طبيعي اكيد. طبعا المسلسل مش هيقدم لك كل الحلقات ممتازه. طيب هنا بقى في وسط تبادل مشاعر ما بين إيلانا وكمان ريك فلاك سينيور بنشوف ان فريق الكوماندوز لازم يرجعوا علشان خاطر ياخدوا سيرسي لامريكا. واضح ان الشخصيتين معجبين ببعض بشكل كبير، ولكن ريك فلاك سينيور بيحاول يبعد نفسه عن العلاقه دي، وكمان شويه هنناقش التاثير ده، وهل ممكن يكون تارك فلاج سينيور للاميره إيلانا هو اللي بدأ طريق الظلام للاميره. هنعرف كل ده بعدين. انا عارف ان اللي اتفرج على الحلقه رقم 4 اكيد طبعا هيشمت في النظريه بتاعتي وان الاميره إيلانا هي كلايفيس، ولكن حابب اقول لك نقطه مهمه جدا، اتقل عليا واتفرج على الفيديو لحد الاخر، وكمان لسه المسلسل ما انتهاش فهنشوف مع بعض، يعني ما زالت النظريه مستمره. طيب هنا في جمله غريبه جدا بتتقال من الاميره إيلانا، لان هنا لما ريك فلاك سينيور قال لها انهم لازم ياخدوا سيرسي، الاميره اقترحت عليه طب ليه ما نقتلهاش ونخلص منها؟ فكان رد فلاج لا ما ينفعش، ده مش طريقتنا في امريكا. يعني الجمله دي انا هعديها عامه، يعني ان هو مش طريقتنا في امريكا، لاننا كنا عارفين امريكا بتعمل ايه. طيب هنا الاميره قالت ان الانترنت بيقول غير كده، دي اول مره الاميره تبين عنف داخلي. هي ايوه تبان ان هي كيوت وكل حاجه، ولكن برضو زي ما قلت لك قبل كده ان الجاذبيه بتاعتها دي اكيد وراها وحش تقيل جدا. فهل شخصيتها المرحه دي مجرد قناع؟ بنوصل بعد كده بالريف علشان خاطر نشوف عوده جون اللي ظهر قبل كده في مسلسل بيس ميكر، وهو لسه بيحاول يتعافى من كسر في رجله، علشان بعدها بنقابل المحاميه بتاعت ويزل وهي إليزابيث اللي بتقول انها مش عارفه توصل له، وانها مستعده تعلنها حرب على القسم بسبب المعامله بتاعتهم الوحشيه ليه. علشان هنا في الفلاش باك بنشوف ويزل بيحاول ينقذ الاطفال اللي فضلوا على قيد الحياه بعد الانفجار اللي حصل في الكابو. ويزل هنا كان بيركز على انقاذ طفل واحد اللي كان اقرب ليه في المشاهد السابقه، ولكن الشرطه بتبدا تضرب نار عليه وهو بيحاول يحمي الطفل. للاسف الويزل بيتصاب بطلقات كتير جدا وبيوقع الطفل، والطفل في النهايه بيموت في وسط الحريقه. المشهد بيوضح ويزل وهو بيصرخ من الالم والحزن وهو بيشوف الطفل بيموت قدامه. فالقصة مأساوية جدا، وبتوضح ان الويزل مش وحش زي ما الناس بتفتكر، لكن الموقف السيء ده خلاه يظهر بالشكل ده. الموضوع هنا بيكشف الجانب الانساني للويزل، وده يعتبر قلب الحلقة والرسالة العامة ليها. الفكرة كلها بتتمحور حوالين ان الناس بتحكم على الامور من مظهرها الخارجي فقط، زي الراجل اللي شاف ويزل مع الاطفال وافترض الأسوأ والنتيجة كانت موت الاطفال. كمان بيتقارن بالقصة اللي هنرجع ليها كمان شوية مع سيرسي اللي بتوري وولر المستقبل وبتخليها تصدق ان الاميرة شريرة بناء على الرؤية اللي شافتها. ولكن مين قال ان الاميرة كانت غلطانة؟ بالرغم من ان اللي عملته الاميرة كان غلط تماما، ولكن ممكن تكون من وجهة نظرها او من وجهة نظر مختلفة انها كانت بتعمل الصح. الصراع بين الخير والشر هو فعلا الموضوع الرئيسي للحلقة من وجهة نظري. المشهد اللي بيكشف اللي حصل فعلا كان مؤثر جدا، وموت الاطفال خلى الامور اصعب بكتير. مين كان يتوقع ان الكائن الغريب ده اللي شكله وحش وغريب ممكن يكون بالطيبة دي؟ نرجع بقى لزمن الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. بنشوف إليزابيث وهي بتوعد انها تحاول تساعد ويزل، لكن من غير دليل هيبقى الموضوع صعب جدا، الا بقى لو في ميتا هيومن يقدر يجيب دليل. بعد كده بنروح لغرفة التحقيق مع سيرسي، وعاوز اقول لك ان المشهد ده بالحلقة كلها عامة. سيرسي بتقابل وولر لأول مرة، وولر بتعلق على لبس سيرسي المثير، وهنا بنكتشف ليه سيرسي ما قدرتش تهزم ويزل في الحلقة اللي فاتت. وقبل ما اكمل كلامي عاوز اقول نقطتين على شخصية أماندا وولر. الشخصية واضحة جدا ان هي قوية جدا في المسلسل ده، حرفيا الشخصية كاريزما وليها هيبة، وقوفها قدام سيرسي بالشكل ده كان عاجبني جدا، واللي هو من الاخر انا مش خايفة منك، برغم ان وولر عارفة قدراتها كويس. طيب نرجع مرة تانية للفيديو بتاعنا.
وفقا لعالم دي سي وتصريحات جيمس جان، سيرسي قوتها بتعتمد على استخدام ايديها، وقال ان الويزل كان سريع جدا لدرجه انها ما قدرتش تستخدم ايديها، وده يمكن يكون بيتاكد في المشهد ده لما نعرف ان ايديها مقيده وبالتالي ما عندهاش اي وسيله تستخدم سحرها. ونقطه زي دي انا كنت هتكلم عليها في المراجعه بتاعت المسلسل بالكامل، لان بصراحه انا شايف من وجهه نظري الكلام مش منطقي، ولكن مش عاوز ادخل في الموضوع قوي لان زي ما قلت لك في البدايه اللي فيه كلام كتير جدا عاوز اقوله. سيرسي بتقول انها كانت بتحاول تعمل الصح لما حاولت تقتل الاميره إيلانا عشان تنقذ العالم. صحيح انها مش معروفه انها بطله، لكن بتقول بالرغم من الطرق بتاعتها الشريره هي ما تقدرش تشوف العالم بينتهي، وبالرغم من انها مش قادره تستخدم سحرها هي لسه قادره تشوف المستقبل، وبتعرض ده على وولر انها توريها ايه اللي هيحصل بعد كده. الغريب ان جيمس جان قال لك ان قوتها في ايديها، ومن غير ايديها يعتبر ما عندهاش قوه، بس نقدر نقول ان برضه بقدرتها قدرت تلعب في العقل بتاع وولر علشان توريها ايه اللي هيحصل في المستقبل، فكانت ممكن بكل بساطه يعني تستخدم عقلها لعقل ويزل وتدخله مثلا في صدمه عادي جدا. ولكن ما علينا، مش عاوز اعلق كتير. طيب اللي بيحصل هنا ان وولر بشخصيتها القويه بتوافق، وده بيخلينا نشوف لمحه عن مستقبل مظلم محتمل لعالم الدي سي يو. اول حاجه بنلاحظها ان الاميره عندها جروح جديده على وشها، وده بيخلينا نسال ازاي حصلت عليها. الاميره لابسه درع وبتقود جيشها، وبنشوف متفجرات بتقع على مدينه والناس بتصرخ من الرعب. بنشوف بعد كده الاميره جنب جرود اللي لو مش عارفينه هو عدو مشهور فلاش، وهو بيؤمر بقتل حشود الناس اللي بتتذبح وهي بتجري في الشوارع. ولو ركزت شويه المدينه دي هي مدينه متروبوليس، وده طبعا واضح من علامه الديلي بلانيت اللي باينه في الخلفيه. الكلام ده برضه سبق وقلته في التحليلات، وبرضه بدال جرود ظهر يبقى نقدر نقول بشكل رسمي فلاش متواجد في عالم الدي سي يو، واكيد هيظهر في اقرب وقت ممكن. نقدر نقول ان الحلقه دي يمكن تكون بوابه لتقديم شخصيات عالم الدي سي يو. طيب هنا برضه من ضمن الحاجات اللي لفتت انتباهي شويه وقت ما كنت بحلل الاعلان قبل كده، قلت لك ان الضرب اللي بيحصل في مدينه متروبوليس ده غالبا بسبب سيرسي، والسبب اللي خليني اقول لك كده ان ضرب النار شبيه بلون السحر بتاع سيرسي. وركز جدا في النقطه دي علشان خاطر هتفيدنا برضه في المستقبل، لان في لغز كبير في النقطه دي. دلوقتي في الرؤية اللي شفناها البيت الابيض بيتهاجم وبيتم تدميره بالكامل، والاميره قاعده على مكتب الرئيس في الاوفيس ووشها عليه دم، والجثث حواليها مرميه في كل مكان. وهنا بتيجي اللقطه اللي ممكن تتوصف انها اهم لحظه في الحلقه مع كميه ضخمه من الاشارات لعالم دي سي. شفنا جثث اعضاء كتير مهمين من فرقه الجاستس ليج وابطال التين تايتنز معروفين من عالم دي سي، اولهم زي شخصيه سوبرمان اللي اتكلمت عليه قبل كده، وشخصيه وندر وومن وسوبر جيرل وهوك جيرل وبوستر جولد وديميان وين، وحتى كمان بيس ميكر، والاهم من ده كله شخصيه باتمان. والحمد لله التسريبات اللي انا قلت لك قبل كده على مسلسل كريتشا كوماندوز طلعت صحيحه، قلت لك ان احنا بنسبه كبيره هنشوف زي ظل لباتمان في المسلسل، ودلوقتي الكلام بتاعي اتحقق. ولكن هنا في جدل كبير جدا حوالين شخصيه باتمان، هل ده باتمان جديد ولا باتمان بتاع روبرت للمخرج مات ريفز؟ فدي عاوزه كلام كتير جدا، ولكن انا هحاول ابسط الموضوع عليك على قد ما اقدر. مبدئيا كده ده مسلسل انيميشن، بل كمان دي رؤيه للمستقبل، زي ما وضحت لك قبل كده ان الرؤيه ممكن تتنفذ فعلا بس مش بكل حذافيرها. يعني على سبيل المثال هوك جيرل ظهرت معانا في الرؤيه دي وهي لابسه نفس الزي اللي ظهرت معانا كده من تسريبات تصوير فيلم سوبرمان، وقلت لك ان بشكل كبير جدا هي مش هتستمر معانا بنفس الزي ده، فاذا اكيد ده تغيير هيحصل في المستقبل. كذلك الامر مع شخصيه باتمان اللي معمول بطريقه صايعه جدا، من الاخر كده هم جايبين الرداء بتاعه لقدام علشان خاطر ما تشوفش حتى ملامح البدله شكلها عامله ازاي. الحاجه الوحيده اللي كنت فعلا بتمنى انا اشوف حتى ودان القناع بتاع باتمان علشان خاطر ادي عليه نظريات، وده فعلا اتنفذ واتحقق. فلو عايز تقدر تقول دلوقتي ان ده باتمان جديد هيتقدم معانا في الدي سي يو فتقدر تقول حاجه زي كده بالفعل، ولو عايز تقول ان ده باتمان روبرت فتقدر برضه تقول حاجه زي كده. تقول لي ايه يا عم انت كده لخبطتنا خالص؟ فاحب اقول لك انت لو ركزت مع الودان بتاع القناع هتلاقي الودان بتاعته طويله، وده نفس الطول يعتبر بتاع الممثل روبرت، بل كمان انا شايفه ان هو اقرب بكتير للممثل كريستيان بيل، ولكن احنا طبعا هنستبعد نهائيا الممثل كريستيان بيل لانه هو ملوش علاقه اصلا بباتمان دلوقتي. ولو قلت لي ان ده دليل مش قاطع فخليني اقول لك بص على اللياقه بتاعت بدله باتمان، هتلاقي شبيهه بحد كبير جدا باللياقه بتاعت الممثل روبرت. ولكن زي ما قلت لك من شويه انهم قدموا معانا شخصيه باتمان بطريقه صايعه جدا علشان ما حدش يقدر يحدد ده باتمان جديد ولا باتمان روبرت، وده اللي وصلنا ويخلينا نقول وارد جدا الجزء الثاني من ذا باتمان يكون اتاجل ده كله علشان خاطر يحاولوا يدمجوه مع عالم دي سي يو. ومالكش دعوه بكلام جيمس جان او مات ريفز او التصريحات حتى اللي بيقولوها، الناس دول لو عايزين فعلا يعملوا حاجه هيعملوها. بس بالرغم من الكلام ده كله اقدر اقول لك ان احنا برضو ما قدرناش نحدد هل ده باتمان جديد ولا الممثل روبرت. فايا كان نرجع مره تانية للفيديو بتاعنا. ده كله عامه بيحصل والاميره إيلانا بتضحك بطريقه شريره ومليانه فرحه. بعد كده بنرجع ونشوف سيرسي اللي بتبكي بعد ما قدرت توري الرؤيه دي لوولر، وولر حرفيا كانت مصدومه جدا من اللي شافته،
بس نقدر نقول ان جون وكمان فلاج مش مصدقين ان الرؤيه دي حقيقيه، ومع كده وولر مقتنعه انها فعلا ممكن تحصل، وبتاخد تليفون وبتعمل مكالمه. لو رجعنا شويه اللحظه دي كانت مليانه اشارات لعالم دي سي، واكدت ان في شخصيات كتير هنشوفها في المستقبل زي الابطال اللي ظهروا في الرؤيه، وكمان وجود شرير زي جرود بيخلي الامور تبان انها واعده جدا لعالم دي سي يو حتى لو الرؤيه كانت سوداويه جدا. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو هل المستقبل ده اتحسن بسبب الاحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي؟ هل اوامر وولر بقتل الاميره إيلانا ممكن تكسر ثقتها في البشريه وتكون السبب اللي يدفعها للطريق ده المليان الم وخراب؟ وكمان لو الملكه اللي هي ام الاميره ماتت في المهمه دي، هل ده هيكون الدافع الاساسي للاميره عشان تبدا رحلتها المدمره؟ او زي ما قلت قبل كده هل كانت شريره من البدايه؟ فايه اللي ممكن يكون السبب ان الاميره إيلانا تمشي في الطريق المظلم ده؟ والاهم ازاي قدرت تهزم فريق الجاستس ليج؟ وايه السلاح اللي كانت بتستخدمه في المشاهد دي؟ وكمان ازاي حصلت على الاسلحه النوويه؟ شفناها مع جرود، وده بيخلينا نفكر انها ممكن تكون استعانت باشرار تانيين عشان تتخلص من الابطال وتسيطر على العالم. والسؤال هنا هل ريك فلاج سينيور لما سابها كان ده السبب اللي خلاها توصل للطريق ده؟ اما بالنسبه للشخصيه اللي وولر كلمتها فاسمها ايزا، واللي بتاكد صحه رؤيه سيرسي من خلال قصه حصلت من 10 سنين لما حاولت تحذر النساء في سماسكيرا عن كارثه جايه، ولكن ما سمعوش كلامها، وبالفعل الكارثه دي حصلت زي ما قالت، وده بياكد فكره ان رؤيتها غالبا بتتحقق. وخد بالك الكلام هنا ان ده حصل بعد 10 سنين، وعلى الكلام جيمس جان العالم ده ممتد ممكن يدخل في حوالي 10 سنين برضه. في الكوميكس ايزا كانت مدرسة تاريخ في أكاديمية جوثام، وده بيخليها جزء من عالم باتمان. وفي النهاية وولر بتبعت ريك فلاج سينيور في مهمة جديدة عشان يرجع لبلد الأميرة ويقتلها عشان يمنع الكارثة المدمرة دي، ولكن ريك فلاج سينيور بيعارض الأوامر دي تماما، وده بسبب نقص الأدلة على قدرات سيرسي. فلاج بيحاول يقنع وولر ان الاميره مش خطر عليهم، ولكنه بيستند كمان على خبرته الشخصيه لانه كان قريب منها جدا وشايف انها بريئه وما تستاهلش القتل. ولكن كالعاده وولر مش بتقتنع بكلامه، وده بيخليه يقول انه مش هيكمل المهمه وهيمشي. ومع كده وولر مش بتتوقف، وبتلاقي قائد جديد اقل اعتراضا، فبتجيب حد يهتم بالمهمه من غير شكوى ويكمل. فانا شايف اعتراض ريك فلاج سينيور هنا ده سبب من ضمن الاسباب اللي الاميره إيلانا كانت عاوزه توصل له، لما فعلا قربت بشكل غريب جدا من ريك فلاج سينيور. كانت عاوزه تثبت له ان هي ملاك علشان لما يوصل للمرحله دي بالفعل يرفض. فممكن يكون ده برضه سبب مقنع بما انها هي عارفه ان هو الكود والكلمه بتاعته مسموعه. بعد كده بنرجع للاحداث العاديه وبنشوف الكوماندوز في الكافيتيريا، وهنلاقي ان برايد بتاخد خطوه شجاعه لما تشوف نينا بتتعرض للتنمر من شخصيه تانية في دي سي، وهي كونجريلا. هنا موجود مع صديق ليه. الكونجريلا في الكوميكس بتعتبر بطل خارق، وكان جزء من فريق الكوميكس المعروف باسم الابطال المنسيين. برايد هنا بتظهر علامات القياده لما بتقف مع نينا وبتدافع عنها، وبتخلي كونجريلا في وضع خطير لما بتضربه بصينيه في وشه. وطبعا كل الكلام ده احنا شفناه في الاعلان بتاع المسلسل، ووضحت لك كمان بالتفاصيل من بقيه الشخصيات. بعد كده جون بيعلن ان برايد بقت القائده الجديده للكوماندوز، وبيعرفهم بالمهمه بتاعتهم الجديده. في نفس الوقت بنشوف ريك فلاج سينيور بيحاول يتواصل مع الاميره عشان خاطر يحذرها، لكنه مش بينجح. الامور بتزداد سوء لما فرانكنشتاين بيهجم عليه عند بيته. وهنا لازم ارجع شويه، حاجه غريبه ان جون بيرجع يشتغل مع وولر وياخد منها اوامر بعد اللي حصل في نهايه مسلسل بيس ميكر الموسم الاول، وحاجه زي دي وارد نشوف ليه تفسير اكتر في الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر اللي هيطلع معانا السنه اللي جايه. نرجع لفلاج اللي بيظهر انه قادر يواجه مش بس الميتا هيومنز لكن كمان بيواجه فرانكنشتاين نفسه. بنشوف مواجهه قصيره بين الشخصيتين، ولكن في الاخر الامور بتهدى وريك فلاج سينيور بياخد السيطره على الموقف. بعد كده بيبداوا يوضحوا سوء التفاهم اللي حصل، وفلاج بيكتشف ان فرانكنشتاين ما كانش بيهاجمه بسبب الاميره او ما كانش مرتبط ببرايد. الاثنين بيقعدوا يتكلموا على شاي، وفلاج بيشارك قصته مع الاميره. في نفس الوقت فرانكنشتاين بيظهر جانب لطيف منه وبيشارك شويه معلومات عن الافلام، وبيقارن الوضع كده بين فلاج والاميره بفيلم تايتانيك، وبيقارن تجربته مع برايد بفيلم وين هاري وميت سالي. فلاج وإيريك بيتفقوا انهم يساعدوا بعض في حماية الاشخاص اللي بيحبوهم. الحلقة يعتبر بتنتهي مع الفريق على الطيارة، وبرايد بتشاركهم معلومات عن المهمة الجديدة، وكالعادة يعني المهمة تفاصيلها سرية جدا وهم في طريقهم لقتل الأميرة إيلانا. فلو المهمة فشلت العالم ممكن يواجه نهايته، وفلاج وإيريك بيحاولوا يمنعوا ده بأي طريقة. بصراحة الحلقة دي تعتبر أكتر حلقة عجبتني في الموسم لحد دلوقتي من ناحية الشخصيات. حسيت فعلا بالسؤل العاطفي في كل حاجة عرفناها عن ويزن والأطفال، ورجوعا كمان للقصص الخلفية، سواء كانت عن برايد في الحلقة التانية أو جي آي روبوت في الحلقة اللي فاتت، أو حتى الحلقة دي بنشوف منظور مختلف للشخصيات دي.
الشخصيات دي مش وحوش بالمعنى التقليدي، اكيد ممكن يعملوا حاجات وحشيه لما بيواجهوا وحوش او اشرار تانيين، ولكن لما تشوف قصصهم الاصليه بتشوفهم في ضوء مختلف تماما. ولو بصيت للموقف من منظورهم بدل ما يكون منظور خارجي هتحس ان القصه ليها ابعاد مختلفه، وده كان واحد من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الحلقه دي. وكمان في توازي رائع بين قصه ويزل وازاي الاغراب شافوا الموقف بتاعه والشرطه اتدخلت، وبين نظره سيرسي وولر للاميره. هم شايفين الاميره شريره، لكن لو بصيت على منظور فلاج فهو مش شايف فيها اي شر. التوازي ده وطريقه السرد كانت من الحاجات اللي فعلا شدتني. وطبعا المشهد اللي زي الكريمه على كيك كان لما شفنا الجنون اللي ممكن يحصل في المستقبل وظهور بعض اعضاء الجاستس ليج او على الاقل خالص بعضهم، وده يخليك تفكر ايه حكايه الاميره، هل عندها قدرات محدش عارف عنها حاجه؟ كنت بتكلم قبل كده عن نظريه ان الاميره إيلانا ممكن تكون كلايفيس، بس اكيد كلايفيس مش قادر يعمل كل ده، فهل هي شريره ولا ميتا هيومن ولا دي لعبه من سيرسي، او حتى هل ده كله حقيقي اصلا؟ اسئله كتير بتدور في دماغي بعد النظريه السريعه للمستقبل الكئيب اللي شفناه من منظور وولر. ولكن من وجهه نظري شايف ان في لعبه بتحصل، بس مش قادر احدد اللعبه دي من عند مين، لان انا بصراحه برضو واحد من الناس ما عنديش الثقه الكامله في سيرسي. وفي نفس الوقت على قد ما الاميره إيلانا عندها جيش والجيش ده عنده اسلحه متطوره جدا، الا برضو ان من سبع المستحيلات تقدر تهزم الجاستس ليج والتايتنز وبقيه ابطال دي سي. دي فعلا محتاجه قوه رهيبه جدا، وخد بالك ان شخصيه اصلا الاميره إيلانا مش متواجده في الكوميكس، وده برضو اللي يخليني متمسك بنظريه كلاي فيس. لحد ما نشوف الحلقات اللي جايه هتوضح معانا اكتر حوالين الشخصيه الاميره إيلانا وكمان سيرسي، وكمان نعرف مين هيكون كلاي فيس في النهايه، هل هتكون الاميره إيلانا ولا شخصيه بعيده عن كل الكلام ده. في النهايه دي كلها كده اهم التفاصيل حوالين الحلقه الرابعه من مسلسل كريشك ماندوز. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو.